السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا اخواتي وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة خالص، طاجن خضار، يعني كوسة وفاصوليا. انا بعتبر الشتاء ده ربيع الخضار. بس كل واحدة من كل بيت فيه طفل ولا طفلة ما بيحبوش يا اما الكوسة يا اما الفاصوليا. انا استغليت بقى وجود الخضار الحلو ده وحطيته كله في طاجن واحد عشان كل الخضار يدي طعم لبعضه. اول حاجه هنجيب الخضار اللي معانا، طبعا الفاصوليا متفرزه مسلوقه، وادي كوسه وادي طماطم وادي بصل. كل الخضار ده هيتقطع شرايح، بس تكون شرايح تخينه شويه، مش رقيقه، عشان ايه ما تتهرش في الفرن. طبعا انتوا عارفين الطواجن بتبقى درجه حرارتها عاليه جدا، بتسوي الخضار بسرعه. قطعت كل حاجة كده شرايح زي ما انتوا شايفين. انا حبيت احطهم هما الاتنين في طاجن واحد علشان كله ياخد طعمه من بعضه. والاطفال يعني اللي هي ما بتحبش الحاجات دي ولا الخضار، فعلا كان مدي تيست عالي خالص لما سويناه في الطاجن. خضار كده ني في ني زي ما انتوا شايفين كده. برضو الطماطم قطعتها كده شرايح، والبصل برضو قطعته شرايح كده عشان برضو ما يبانش في الوصفة. كل الخضار زي ما انتوا شايفين هنفضل نقطع فيه كده شرايح. ادي الفاصوليا اهيت. هنطلع بيهم بقى على النار. هنجهز بقى حلة، هنسخنها كويس على النار. هي معلقة سمنة واحدة بس اللي حطيتها، وعليها معلقة زيت، عشان يبقى ايه صحي من مجاميعه، وما يبقاش يعني خضار صحي ونحط عليه دسم زيادة. لا، احنا كده ايه عاملينه صحي كويس يعني للأطفال. ابتديت اديها كده تشويحة، ومعاها طبعا ايه حطيت كمية البصل كله كده. بحب ادي البصل والحاجة الخضار تشويحة قبل ما ادخله في الفرن. دي بعد كده ضفت الطماطم. بنحاول نخبي كده الخضار لولادنا في اي حاجة، ونستغل موسم الشتاء بخضاره الجميل وندخله لهم في حاجات كتيرة. ضفت الطماطم على شوية فلفل اسود طبعا، وادي الكوسة اهيت ضفتها برضو. هنحاول ندبلهم كده قبل ما ندخلهم الفرن، ونخلي الفاصوليا اخر حاجة لما نيجي نطفي على كل الخضار اللي على النار ده، عشان هي طبعا مستوية مسلوقة يعني ومتفرزة، ما تتهرش معانا في الطاجن. نقلب كده الخضار كله في بعضه كده شوية، تشويحة كده على النار كانت ريحته جميلة. ودي شوية بابريكا، لو بتحبوا برضو اي مثلا شوية شط حاجة حراقة ممكن تحطوا عليها. قلبت الخضار كله في بعضه. ايه بعد ما ياخد تشويحة كده على النار، ننقله بقى طبعا بعد كده في الطاجن عشان ندخله الفرن. حطيت بقى شوية الشوربة عليها اهوت اول حاجة برضو قبل الطاجن. الكوسة طبعا بتجيب ميتها، ما نكترش اللي هو ايه الشوربة على الكوسة، عشان مش يبقى يعني صايص كده ولا حاجة ما يسدش نفسهم يعني. كانت أكلة لذيذة جدا طبعا، يا ريت تجربوها. وكانت ريحة الخضار ده مالي البيت، ريحة جميلة جدا. يعني وصفة مختلفة عن اللي احنا بنعمله لهم. كانت الكوسة لوحدها ولا الفاصوليا لوحدها، لا أنا دمجت الاتنين مع بعض في طاجن واحد ودخلته الفرن. فعلا واخد طعم الفرن، وكان طعمه جميل جدا مختلف جدا. انا عندي برضو طفلة صغيرة، بنتي من بنات الصغيرين، ما كانتش ولا بتحب الكوسة ولا الفاصوليا. فعلا جربتها وشكرت فيها جدا، فقلت اعملها وصفة حلوة كده للاطفال. بعد كده نقلته في الطاجن اهوت. بعد كده كنت طبعا سلقة اللحمة ومجهزاها، وحطيتها في الطاجن. برضو في اطفال ما بيحبوش اللحمة مسلوقة، دخلتها برضو مع الطاجن خدت طعم كويس. وكانت اتحمرت كده وخدت من طعم الخضار في الطاجن من جوه. كانت وصفة صحية ولذيذة جدا، والدسم فيها طبعا بسيط. احنا لو عملنا الكوسة لوحدها هتبقى الدسم فيها عالي، والصلصة ونفس الحكاية برضو الفاصوليا. انما هنا في الوصفة دي ما خدتش دسم كتير ولا اي حاجة.
ده شوية زيت كده حطيتهم على الوش برضو عشان يدوا الطاجن تحميرة. بقى بالشكل اللي قدامكم ده خضار يعني يعتبر ني في ني. انا عملت لها تتبيله بسيطه كده على النار قبل ما ادخلها الفرن. هو ده الطاجن خرج معانا اهو بقى بالشكل ده، لسه اهو بتكتك طالع من الفرن. ريحه جميله ومنظر جميل جدا ومنظر مشهي. جربوها فعلا. انا عارفه في ناس برضو ما بيحبوش يعني الخضار لوحده، ضيفوا اللي هما الاتنين نوعين الخضار ده على بعضهم، هيديكي تيست عالي جدا وطعم كويس. وبألف هنا وشفا. شكرا لحسن متابعتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.